هنعمل مع بعض الطعمية في الكبة. الفول طبعا نقعه 12 ساعة. هحط الفول وهحط 3 حبايات توم وهحط بصلة وهحط خضرة وهحط حمص، بس الحمص سلقاه فهستنى اما اطحن الفول شوية وبعد كده اضيف عليه الحمص عشان يخفف من تأثير الفول في الهضم. وبعد ما ضربته هضيف الحمص. بعد كده اضربهم ونرجع مع بعض. وادي الطعمية بعد ما ضربناها هضيف عليها بس قبل ما اقليها بيكنج باودر وملح بس ساعة ما اجي اقليها، لكن اللي بخزنها في الفريزر ما بضيفش عليها اي حاجة. اللي تتخزن في الفريزر من غير اي توابل. بعد كده نقليها مع بعض، نسخن الزيت وبعد كده نقلي الطعمية. هتاكلوا طعمية مفيش بعد كده الطعم حكاية. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وما تبخلوش عليه بفعل الجرس. صوابعكم الحلوة دي دوس على فعل الجرس. شايفين الطعمية؟ وهخلص طعمية وارجع لكم. وادي الطعمية بعد ما خلصت مع العيش البلدي والسلطة، وأحلى فطار ممكن تفطروه.